أسعد الله صباحكم بالخير واليمن والبركات. صباح الخير سيدتي الجميلة، صباح الخير صديقي العزيز، وكلمتين ونص وعلى السريع. والنهاردة طبعا الجمعة، وجمعة مباركة علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات يا رب. يغير أحوالنا من حال إلى أحسن حال. طب إزاي ربنا يغير أحوالنا يا جماعة وإحنا بندعي على بعض على طول بالشدة والكرب والضيق؟ هتقولي ازاي؟ هقول لحضرتك ازاي. اولا، كل ما حد بيقول لحد مثلا عايز يقول له ويبارك له على كل عام وهو طيب، يقول له كل سنة وانت طيب. اعلاميين بيقولوا كده، شيوخ بيقولوا كده، كل الدنيا بتقول كل سنة وانت طيب. ليه؟ لان الكفرة والماسون والمشركين عارفين يمكن اكتر مننا كمسلمين السنة بتدل على ايه والعام بيدل على ايه. طب احنا لما نيجي نقول في القرآن الكريم السنة بتدل على ايه والعام بيدل على ايه؟ العام يا جماعة بيدل على الرخاء، دعاء الرخاء. اما السنة فتطلق على الشدة والكرب والضيق. هم عارفين، فعلى طول بيقولوا لنا طبعا الكفرة والماسون والمشركين بيقولوا لنا على طول كل سنة وانتم طيبين، بيدعوا علينا بالضيق والفقر. لازم المسلمين كلها تاخد بالها من النقطة دي لو سمحتوا. كلنا نقول لبعضينا كل عام وانتم طيبين، محدش يدعي على فقر على حد كل سنة هو طيب بالضيق والقحط والفقر. خدوا بالكم الكلام ده يغير الأحوال. السنة والعام تغير لأنها دعاء. بدأ أنت بتقول كل سنة، أنت المفروض أنك بتدعي للي قدامك. لما بتقول كل عام انت بتدعي له، لما بتقول كل سنة انت بتدعي عليه. بارك الله فيكم. يا ريت ناخد بالكلام ونقول لكل اللي يسمعني، يقول اللي ما بيسمعنيش يقول له بلاش تقول كل سنة وقول كل عام لو سمحتوا. واقرأوا وارجعوا للقرآن الكريم وانتوا تعرفوا هذه المعلومة جاية منين. أسعد الله أيامكم بالخير واليمن والبركات. يا رب يسعد أحوالكم وأحوالنا بالخير واليمن والبركات، ويملى بيوتنا بالمودة والرحمة والخير والبركة والرزق الوفير. وتحياتي لكل المستمعين.